يا مساء الورد. اليوم بإذن الله تعالى بسوي معاكم صينية الدجاج بالبطاطس والباذنجان. وصفة مرة لذيذة، تنفع كوجبة غداء أو كوجبة عشاء. ممكن ناكلها بالخبز وممكن ناكلها بالرز إذا حابين. شوف طريقتها مع بعض. أول خطوة عندي أبدأ أحمس البصل لغاية ما يبدأ يذبل. بعد كده أنزل عليها قطع صدور الدجاج واتركها تحمس لغاية ما يبدأ يتغير عندي لونها. بعد كده أضيف الفلفل الرومي والفلفل الأخضر الحار والطماطم والثوم والزنجبيل ومعجون الطماطم وتشكيلة البهارات، وأضيف لها كوب من الموية المغلية واتركها تتسبك لغاية ما يستوي عندي الدجاج. في صينية الفرن حطيت عندي البطاطس والباذنجان المقليين وبدأت أنزل عليهم بالدجاج بعد ما استوت. عندي الصوص حطيت هنا قشطة وجبنة كريمية، وحطيت عندي الطحينة السائلة والملح ورشة خفيفة من الفلفل وفصين من الثوم المهروس، وحط عليهم فنجان من الموية واخلط المكونات لغاية ما أحصل على القوام المطلوب. بعد كده أغطي على الدجاج بالكامل من الصوص اللي سويناه مع بعض، ورش عليها رشة من جبنة الموتزاريلا ورشة خفيفة من السماق، ودخلنا الفرن تتقمر من تحت وفوق وتصير معانا جاهزة. قدمتها مع الخبز وتقدروا تقدموها مع الرز إذا حابين، وهني وعافية.